السلام عليكم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن مباراه الديربي اللي ما بين الاهلي والزمالك المتوقع لعبها بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاث، اللي لحد دلوقتي ما نعرفش هنلعب مباراه ولا لا. انتوا متخيلين مباراه ديربي في الدوري المصري هتتلعب بعد بكره، ولحد النهارده احنا مش عارفين المباراه هتتلعب ولا لا. نادي الزمالك كل شويه يطلع ببيانات ويقول لك انا مش هلعب وعلى جثتي مش لاعب الا لما الاهلي يخلص مؤجلاته كلها، وانه ازاي ان انا بلعب مباراه من الدور الثاني هلعبها في الدور الاول. مش معقول صراحه، وهو عنده حق. مش معقول مباراه تتلعب من الدور الثاني في الدور الاول. بس كمان مش معقول ان الزمالك يلعب 4 مباريات من الدور الثاني في الدور الاول. الزمالك لعب مع سموحه المباراتين بتوع الدور الاول والدور الثاني في الدور الاول السنه دي. الزمالك لعب مع فيوتشر المباراتين في الدور الاول والدور الثاني برضو السنه دي. الزمالك لعب مع البنك الاهلي الدور الاول والدور الثاني، خلص المباراتين. الزمالك لعب مع المصري اللي لسه كسبانه اخر مباراه، لعب معاه في الدور الاول والدور الثاني في نفس الموسم السنه دي في الدور الاول. فمش عارف صراحه اذا كان ده مش معقول وهو ده الطبيعي ان هو ما يتلعبش مباريات الدور الثاني في الدور الاول. ازاي الزمالك قدر يلعب 4 مباريات من الدور الثاني في الدور الاول؟ انا ما اعرفش. بس اذا انت ارتضيت ان انت تلعب مباريات الدور الثاني في الدور الاول عادي لكثره مؤجلاتك ولخبطه الدوري المصري وجدول الترتيب في الدوري المصري وللتوقفات الكتيره اللي موجوده عندنا في الدوري، يبقى كان المفروض ان انت تكمل على ده. المفروض ان انت كنت تدخل على مباراه الاهلي ما تعملش الازمه الكبيره دي. انت ما عرفتش تعمل الازمه دي قدام المصري، قدام البنك الاهلي، قدام فيوتشر، قدام سموحه، علشان ما كانش حد هياخد باله منك. جاي تعملها قصاد الاهلي علشان يبان ان انت يا مظلوم وبتطالب بحقك وان انت بتدافع عن حقك، وهو حق اصيل ليك ان انت تدافع عن حقك بصراحه. لكن اللي انا شايفه ان انت ما بتدافعش عن حقك، لانك لعبت 4 مباريات المفروض هيتلعبوا في الدور الثاني لعبتهم في الدور الاول الموسم ده مع نفس الاداره ومع نفس الفريق. تيم نادي الزمالك واداره نادي الزمالك ما اتغيرتش. اللي لعبوا ال4 مباريات اللي فاتوا اللي هم المصري وسموحه وفيوتشر والبنك الاهلي هي الاداره وهم اللعيبه، ما اتغيرتش. هو الفريق. انا ما اعرفش ايه الجديد. انت لسه لاعب مباراه المصري اللي فاتت اهي ما كملتش حاجه، ولعلمك المباراه دي كانت من الدور الثاني. انت رايح تلعب المباراه مع الاهلي، انت المفروض كنت تكمل ماشي العجله. انت عندك كميه مؤجلات وكميه توقفات في الدوري رهيبه جدا. جاي تعمل ازمه؟ انت عايز تلغي الدوري؟ عايز توقف، يعني عايز توقف الدنيا؟ انت في المركز التاسع دلوقتي وجاي دلوقتي تعمل الازمه دي؟ انت تعمل الازمه دي لو انت، ومش من حقك على فكره لان انت ارتضيت بالمبدا من البدايه، مش من حقك ان انت تحيد عن الجدول، ولكن كان ممكن يكون مقبول لو انت بتنافس الاهلي على الدوري. انت في المركز التاسع حاليا والاهلي في المركز الثاني وبيراميدز في المركز الاول. انت بعيد عن المنافسه. انت لاعب 20 مباراه مفيش مشكله، وبيراميدز اللي هو لاعب 24 مباراه طبعا هو في المركز الاول، فانت في فرق 4 مباريات، لكن انت بعيد عن المنافسه. فانا بصراحه ما اعرفش ايه اللي بيحصل في الدوري المصري، ومعرفش ايه اللي بيحصل من اداره نادي الزمالك بامانه. وعايز اتكلم في اتحاد الكوره ورابطه الانديه، لازم تكون قويه جدا وحازمه مع الاهلي ومع الزمالك. انا راجل اهلاوي بقول لك خليك حازم وقوي مع الاهلي. اتحاد الكوره طول ما هو ضعيف مش هنتقدم. اتحاد الكوره لازم يكون اقوى من الانديه، لازم يكون اقوى من الانديه، ولازم يكون في دعم من الدوله زياده قوي لاتحاد الكوره مقابل الانديه، بالذات الانديه الاهلي والزمالك. يعني خلينا متفقين نقول بقى كل الانديه ملهاش يعني لا حول ولا قوه الا الاهلي والزمالك، لان هم دول الناديين اللي عندهم الجماهيريه العريضه اللي تقريبا انت بتتكلم في 100 مليون من الشعب المصري. فيا جماعه اللي بيحصل دلوقتي تهريج، اقسم بالله. انا واحد النهارده قاعد مش عارف هلعب المباراه يوم الثلاث ولا لا، لكن عايز اقول لفريق الاهلي ولاعيبه الاهلي واداره الاهلي، انتوا مالكمش علاقه بالليله دي كلها. ركزوا واعملوا حسابكم ان احنا هنلعب يوم الثلاث. احنا هنحط في دماغنا كده حتى كجماهير، احنا هنلعب يوم الثلاث، لانه ممكن في الطرف الثاني يكونوا هم عايشين حياتهم عادي وبيتمرنوا وبيظبطوا امورهم، وفجاه تيجي تقول لك دخلت الدوله وما اعرفش ايه وكلام من ده واضطرينا نلعب. انت لازم تكون جاهز للموضوع ده، وان كان نادي الزمالك مش هيكون جاهز للموضوع ده وحاطط ده في اعتباره فدي غلطته هو. فيا جماهير الزمالك ويا اداره الزمالك، اذا اخدتوا قرار تحملوا نتيجه القرار ده ايا كانت ظروفه، وخليك حذر وخليك جاهز انك ممكن فعلا بجد تلاقي نفسك بتلعب يوم الثلاث. ولو حصل ده وانت ما كنتش جاهز ما تقولش ده العيب في الطرف الثاني.
خليك انت سيد قرارك ومتحمل نتيجة قرارك اللي انت اخدته. انا ما عنديش مشكلة، خد قرارات، بس لما تكون غلطان او مش غلطان اعترف ان انت صاحب القرار ده، انت المسؤول. ما تجيش في اي لحظة تهرب وترمي اللوم على الطرف الاخر وتدعي المظلومية والمؤامرة والنظرية المؤامرة اللي احنا عايشين فيها طول الوقت. عموما الزمالك لحد دلوقتي هو مصمم انه ما يلعبش المباراة، ورابطة الأندية مصممة على ان المباراة تقام في ميعادها. الاهلي مش طرف خالص، والاهلي منتظر هيروح يلعب المباراة يوم الثلاث. لو الزمالك انسحب او ما جاش المباراة، الاهلي هيكون كسبان المباراة 2-0، وهيتم خصم 3 نقاط كمان من الزمالك، يعني الزمالك هيفقد 6 نقاط. ومعرفش اذا كان في عقوبة مالية ولا لا. في حال لو الزمالك ما كملش وانسحب من بطولة الدوري تماما، هنشوف في عقوبات تانية خالص غير العقوبات اللي هيتعرض لها الزمالك في حال انسحابه من المباراة القادمة. بس كده هنشوف مين اللي هيكسب في الاخر، الزمالك ولا رابطة الأندية. ما بقتش كرة قدم دي، كان نفسنا نقول هنشوف مين اللي هيكسب ما بين الأهلي والزمالك، لكن هنشوف مين اللي هيكسب ما بين الزمالك وما بين رابطة الأندية وما بين اتحاد الكورة، وربنا يسترها علينا في الدوري المصري. شكرا لكم، نشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.